هنعمل النهاردة الكحك بطريقة سهلة جدا ومبسطة بمقادير مظبوطة جدا، يطلع معانا على الشعرة بجد رهيب ودايب خالص وطعمه رهيب جدا. هنقول تكات كده لو مشينا عليها صح يفضل معانا الكحك أطول من أكتر من سنة. لا طعمه يتغير ولا يخزز مننا ولا أي حاجة فيه تتغير تماما. طريقته سهلة جدا ومبسطة وبجد يا جماعة رهيب. لو أول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة واللايك والشير. شايفينه دايب ازاي؟ كل سنة وانتم طيبين وربنا يجعلها أيام سعيدة علينا يا رب. يلا نبتدي، بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي كلامنا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. معانا أول حاجة الدقيق، معايا مقدار 3 كيلو دقيق. نخلاهم مرتين على حلوين كده عشان خاطر كل ما نخله كده يديله طراوة أكتر. حطيت عليه بقى 3 معالق محلب و3 معالق ريحة كحك. لكل كيلو حطي معلقة ريحة كحك، معلقة محلب لو للكيلو الواحد، تمام كده. وربع كيلو سمسم على ال3 كيلو، قلبتهم مع بعض كويس جدا الأول، تمام كده. بعد كده تاني خطوة وأهم خطوة إن الكحك يقعد معانا. الكحك ده أنا عاملاه على السخن مش على البارد. قدحت السمنه وحطيت فيها ليمونه، الليمونه دي لما تسمر اشيلها وابتدي بقى استخدم السمنه بتاعتي. طب ليه انا حطيت الليمونه؟ الليمونه دي هتحافظ على الكحك بتاعي باطول فتره من غير ما يخزز ولا طعمه يتغير ولا اي حاجه خالص. المهم هعمل حفره بقى كده في النص وانزل السمنه بتاعتي حبه حبه لحد ما الم العجينه بتاعتي كلها. مقدار السمنة عندي اخده كيلو ونص سمنة، وحط عليها 3 معالق كده سمنة بلدي. ادت بقى تحت طعم وريحة للكحك كده كأنه سمنة بلدي، كحك بالسمنة البلدي. يبقى كيلو ونص سمنة عليهم 3 معالق كده سمنة بلدي. وبسست الكحك بتاعي كويس جدا لما شرب السمنة بتاعتي. حضرت بقى الخميرة بتاعتي، انا عاملاها باللبن مش بالمية. رحت جاية بقى يعني استخدمت لكل كيلو نص كوباية لبن، وممكن يكون قابل للزيادة على حسب الدقيق. انا استخدمت هنا كوبايتين الا ربع لبن، تمام كده. نزلت بيهم حبة حبة مش مرة واحدة عشان خاطر الكحك بتاعي يشرب اللبن بتاعي لما يعني مش يشربش ميه سوائل كتير. حلو الكلام. عشان الدقيق بيختلف من نوع لنوع. يبقى انا كده استخدمت معايا؟ استخدمت 3 كيلو دقيق عليهم كيلو ونص سمنه، معاهم 3 معالق سمنه بلدي، خميره، معلقتين سكر، ومع 3 محلب و3 ريحه كحك. وقلبت الكلام ده كله مع بعض كويس جدا. ولما يوصل معايا ان انا الف العجينه كوره وما يشققش مني يبقى هو كده تمام. لو شقق مني يبقى هو عايز سنة سمنة. حلو الكلام. عشان الدقيق بيختلف من اتجاه من نوع لنوع، بيختلف نوع الدقيق بيختلف من نوع لنوع. وشكلي بقى زي ما انت عايزة، وألف هنا وصحة عليك. عايزة تحشيه عجوة بقى تعمليه شكل الكحكة، دي بقى حرية شخصية. بس بجد استخدمي المقادير ديت هيطلع معاكي رهيب. واعملي زي ما قلنا بالظبط. لازم تحطي ليمونية كده لو هتعمليها على السخن. الكحك على السخن احسن. لو انت عايزاه على البارد تمام، بس الكحك على السخن يقعد معاكي فترة طويلة جدا وما يخززش منك. واهم حاجة حطي ليمونة معاها، عايشين معاكي طعم الخزيزة اللي في السمنة نهائي، فما يعملكيش بقى اللي يقعد معاكي فترة طويلة ما يتغيرش معاكي طعم. وشكلي زي ما انت عايزه. طبعا الفرن ما تحليش الحرارة بتاعتها، بيبقى على حرارة 180. يا دوبك كده اخد واستوى من تحت. لو لسه من فوق، لو ما عندكيش من فوق ومن تحت، ياخد وش فوق ثانية ان هو بس ياخد اللون بتاع التحكاية دوت. وبس كده، والف هنا وصحة عليك. يبقى الحرارة بتاعتنا ما يزيدش عن 180 عشان الفرن ما يتحرقش مننا الكحك ويطلع مستوي ومظبوط. بس كده نتبع التعليمات دي بالظبط والمقادير نظبطها بالظبط، يطلع معانا احلى كحك احسن من الجاهز. لو عجبكم الفيديو والطريقه وعجبكم الكحك بتاعنا، ما تنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناه واللايك والشير. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد ووصفه جديده من قناه لمة العيله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.